لا يا ستي رحتي ولا جيتي، ده شغل بيتي يعني، ما تقارنيش نفسك بالمحلات. لا لحد هنا بقى وستوب. احنا بنعمل بقى اللي احسن من المحلات. كفاية ان احنا بننقي اجود الخامات علشان نطلع اعلى جودة واحلى طعم. وبالنسبة للشكل بقى اديكوا شايفين، اللهم بارك ولا غلطة. شغل بقى كده فاخر من الاخر، حاجة كده زي اللي بيعملوها المحلات، ويمكن احلى كمان وانضف بكتير. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده مع بعض ازاي. النهارده بقى هوريكم بس فكرة التزيين. انا محتاجة هنا، او التورتاية دي اخدت مني صينيتين زي ديت، سبونشتين يعني بمعنى اصح، سبونش شوكولاتة وكمان سبونش فانيليا، علشان نعمل التورتاية نص ونص زي ما شفتوها في الاول كده او في اول الفيديو. قسمت كل سبونش عندي على 3 طبقات، وبعد كده حشيتها كريمة وجلستها بقى. عملنا كتير مع بعض قبل كده، طرط كتير، وعملت ووريتكم ازاي نعمل الشارب ايدج، وازاي نعمل كده زاوية حادة للطرط. والكلام ده كتير عملناه مع بعض قبل كده، محبتش النهارده اطول عليكم الفيديو. اهم حاجة بقى ان انتي تدخلي بعد كده ما تجلسي التورته بتاعتك. اتفقنا طبعا ان احنا لازم ندخلها نبيتها ليلة في التلاجة، قبل ما ننزل عليها بأي صوص أو أي جناش. وبعد كده بقى أنا حطيت هنا صواني كده، صينية تحت الجناش بتاعي، وصبيت التورتاية لحد ما الجناش بقى زي ما انت شايفة كده، وخلاص بطلت. ودخلتها التلاجة عبال بقى ما اروح كده اقطع الفاكهة بتاعتي. عايزة بقى هنا منجاية. بصوا بقى المانجا كده هقطعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. هاخد كده نص المانجا، واكون بالسكينة كده يدوبك على على بذرة المانجا كده، واخد شريحة المانجا وابتدي بسكينة رفيعة وقطع كده سلايصات او شرايح رفيعة جدا، ما تقارب يعني كده للشيبسي. لو تقدري كل ما تقدري ان انت تقطعيها رفيع، كل ما هتسهل عليكي الشغل وهتبقى سهلة معاكي. بصوا السلايسات شكلها عامل ازاي. بالشكل ده كده قطعت معايا بقى منجتين كده بنفس الشكل، وابتدي بقى ارصهم كده على الجنب اللي هو فانيليا، او الناحية الكريمة يعني، فوق بعضهم كده، واحدة ورا التانية، بس اهم حاجة ان هما كده يكونوا فوق بعضهم. وهنا بقى لو لقيتيها بتقع معاكي كده، هتجيبي بقى كده خلة من الاسنان ديت، بتاعة الاسنان ديت، وتحطيها كده. هنشيلها بعدين، بس هي دلوقتي بس تمسك لي كده المانجا علشان ما تقعش. وابتدي بقى احط واحدة ورا واحدة كده. واهم حاجة بقى نصها من فوق ونصها من تحت، ويكون النص اللي من فوق هو اللي اكبر علشان تثبت معايا على التورتيه. وبرده الستيكس الصغيرة دي هتمسكها معايا كل كام واحدة كده، ابتدي احط واحدة ستيكس. كمل بقى الكمية اللي معايا لحد ما اخلص الناحية الفانيليا كلها بالشكل ده كده. الستيكس مش هشيلها دلوقتي خالص، انا هسيبها للاخر. وابتدي بقى اجيب بقية شرايح المانجا، وهلفها كده بس بالعرض عشان تديني كده الشكل الوربي الجميل دوت. وبنفس الشكل اللي انا قطعت بيه المانجا هقطع كمان واحدتين تلاتة كده من البرقوق، او المانجا المتاحة عندك يعني اللي موجودة في الموسم. اشتغلي بيها مش هتقول لأ. وتبتدي كده تاخديها برضو واحدة ورا واحدة ورا واحدة، واخد دور كمان لحد ما اخلص الكمية اللي معايا. وابتدي بقى هنا كده، طبعا مش هستنى بقى ان انا اكمل بقية الفاكهة وبعد كده لمع، لا لازم المع قوام الفاكهة بتاعتي. مجرد ما احط كده كمية اروح المعها بجيلي تلميع علشان الفاكهة بتاعتي تثبت اولا، وفي نفس الوقت تلمع وتكون معايا مش متأكسدة ولا حاجة. ونجيب بقى التفاح بتاعنا، تفاح اخضر تفاح احمر اللي انت عايزاه، اللون اللي انت محتاجاه. قطعت التفاحية كده على نصفين، والنصف اللي في النص ده احنا مش محتاجينه، اللي هو بيكون فيه البذرة. وابتدي افرغه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، يعني ناحية يمين وناحية شمال هتتفرغ معايا بكل سهولة. بالشكل ده كده، مرة من ناحية اليمين ومرة من ناحية الشمال لحد ما اوصلهم لبعض، وتبقى كده تبقى تمام معايا قوي. واجيب بقى التفاحة بتاعتي، وبنفس الطريقة اللي عملت بيها المانجا برضو على قد ما تقدري اعملي شرايح رفيعة جدا. عشان كده قلتلك استخدمي سكينة تكون رفيعة عشان تديكي الشكل اللي انت شايفاه ده. وبايدي كده هضغط عليها بس اطلع السوائل عشان تمسك في بعضها. وبعد كده ابتدي افرغها كده من النص لقدام، وابتدي ارجع بالجوانب لورا زي ما شفتوا كده في الفيديو بالظبط، عشان تديني الشكل الجميل ده. شكل ده معرفش بقى، المهم ان هو ايه، شكل حلو وخلاص. وهنحطه كده على التورتايه علشان يفرق لي بقى الناحية الشوكولاتة من الناحية الفواكه. النص التاني من التفاحة بنفس الشكل قطعته، بس ده بقى بطريقة مختلفة. هبتدي كده افرغه واطلع كده الجوانب اللي انا طلعتها بالشكل دوت، وهو ده الشكل معايا بقى جاهز. وهنحطه كده على الجنب. حطي بقى في اي مكان، عايزه اقولك بقى يعني اشتغلي انتي كده بعينيكي.
بصوا بقى في نص كمان انا ابتديت برضو اقطعه بنفس الطريقه، بس ده ما فرغتش منه حاجه، قطعته كده سلايسات زي المانجا وحطيت فيه بس ايه خله كده علشان يسند معايا، وابتدي بقى بايدي كده وازق واحده ورا التانية ورا التانية ورا التانية، هيديني كده زي السلالم زي ما انتوا شايفين. هادي بقى شكل المروحه دوت. بصوا بقى كده اللهم بارك. ها، شغل شيفات ده ولا مش شغل شيفات؟ شغل محلات ولا مش شغل محلات؟ يلا بينا. هبتدي بقى احطها في اي مكان انا حباه او اي مكان انا شايفه ان هو مناسب ليها بالشكل ده. وبقت كده جاهزة معايا. اجيب بقى اي سلايسات كده من المانجا بقى، ال- اللي موجودة عندي، الفاكهة اللي موجودة عندي كده، علشان بس افصل الشكل من بعضه، وفي نفس الوقت طبعا هي الوان كلها الوان وبتديني شكل حلو في النهاية. هنا كده وزعت برضو سلايسات من البرقوق علشان تفصل معايا الالوان وبعضها، وكمان تديني في الاخر بتديني شكل كده مريح للعين، لانك بتلاقي الوان كتيرة داخلة في بعضها. وهنا بقى عملت شكل البجع، عملته كتير انا معاكم قبل كده. كل اللي انا بعمله باخد ربع تفاحية وبفرغها برضو بس ورا بعضها كده سلالم، وببتدي ازقها بصباعي، بلاقيها بتطلع معايا كده شكل البجع زي ما انتوا شايفين. عملت منها اتنين وحطيتهم بالشكل ده. طبعا بقى علشان افصل الوان التفاح الخضرا كده دي من بعضها، هجيب كده كام سلايس كده من البرقوق معايا عشان هو لونه احمر، فيفصل معايا اللون شوية، وهرصه بالشكل ده. طبعا بقى التفاح معايا بيبقى سهل جدا جدا ان هو يتأكسد، فعايزة اوام اوام مجرد ما تعملي تفاحية انتي تبتدي تلمعيها علشان ما يبتديش يسمر معاكي. الستيكس بقى عايزة تشيليها دلوقتي تمام، مش عايزة تشيليها سيبيها للاخر خالص، قبل يعني قبل ما تقدميها، او قبل كمان لو انتي هتطلعيها اوردر تبقي تشيليها. ناحية بقى الشوكولاتة ديت بعد ما احترت فيها حبة كده، هي جات لي كده الفكرة ان انا اجيب بديل الاوريو ده. على فكرة ده مش اوريو اصلي، احنا طبعا عاملين مقاطعة، وابتديت ارصه بالشكل ده، وكمان سبرينكل كبير وسبرينكل صغير، وابتديت ارصهم كده بالشكل ده، يعني شكل عشوائي. علشان نفصل بقى السواد دوت هعمل ايه؟ هشوفه دلوقتي. هجيب بقى معلقتين كده من النوتيلا، سيحتهم بقى لحمام ميه وحطيتهم كده في كيس حلواني، وقطعت بوز رفيع خالص عشان يديني السيور اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. فتح معايا اللون واداني كمان شكله حلو. وابتديت بقى دلوقتي اشيل بامان، هشيل الستيكس. طبعا خلاص الجيلي معايا مسك الفاكهه او مسك المانجا في بعضها، وخلاص هي بقت تمام ومش هتقع دلوقتي خالص، وانا اتاكدت واطمنت ان هي مش هتقع خالص. وبصوا بقى الجيلي عامل ازاي، خلاص اخد طبقه على المانجا، وطبعا ماسك معايا المانجا وبقى تمام قوي. وشيلته بكل امان دلوقتي، ومطمنه ان مفيش اي حاجه هتقع، والفاكهه بتاعتي بقت تمام، والتورتيه بتاعتي خلصت. وقولوا لي بقى رايكم فيها ايه، وما تنسوش اللايك.